قدمت خبرا تلفزيونيا في برنامجك كله مغالطات ويمس بملك المغرب، ثم تراجعت عن الخبر وقدمت اعتذارا بعد الضجة الإعلامية التي صاحبت نشرك لهذا الخبر. شوف هل تيفي لك أستاذ بوينت. أن توضح لنا وللرأي العام ماذا وقع بالضبط؟ لا، اولا انا ما اعتذرتش عشان الضجه الاعلاميه التي حدثت بالمغرب. هذه ليست حقيقه على الاطلاق. انا اعتذرت عندما بادر بعض الاخوه المغاربه المحترمين بتوضيح حقيقه الخبر لي. ما حدث تحديدا هو انه انا على احد المواقع الاخباريه وجدت خبر عن سفر ملك المغرب ب5 طائرات، والخبر يؤكد حرص الملك على الخبر وليس الحقيقه. يعني حرص الملك على البذخ في السفر ب5 طائرات وهكذا. الحقيقه اني لا ادري كثير عن شؤون المغرب تمام، ولكني اكن كل تقدير واحترام لجلاله الملك وللشعب المغربي. لما استفزني الخبر فعلقت عليه وبالغت قليلا في الكوميديا في تعليقي على الخبر. تمام. ثم بادر بعض الاخوه المغاربه بتوضيح ان الخبر مغلوط، وان الطائرات التي سافرت مع الملك 3 طائرات عسكريه تحمل مساعدات. كمهني يجب علي، لا علاقه لي بالضجه ولا اهتم بهذه الضجه اطلاقا، كمهني يجب علي ان اقدم اعتذاري للملك عن خبر مغلوط وقع تحت يدي وانا قمت بالتعليق عليه. انما فكره ان هناك ضجه اعلاميه هذه لا تخصني على الاطلاق. انا لا اهتم بالضجه سواء كانت معي او ضدي، وانما كحرص على توضيح حقيقه للمشاهد الذي احترم عقله، وكحرص على اني نلت او يعني الكوميديا او السخريه نالت قليلا من جلاله الملك، فكان لابد ان اعتذر. طيب قدمت اعتذار مرتين. أستاذ ناصر، هناك بعض الأخبار تقول على أنك تعرضت لبعض الضغوطات من جهات رسمية للاعتذار، ما صحة هذا الخبر؟ لا علاقة له بالصحة على الإطلاق. أنا اعتذرت، أنا محمد ناصر. أولا يا صديقي العزيز، لابد أن تعلم أنه ليس هناك جهة رقابية على الإطلاق. أنا أعمل في قناة، كان شرطي الوحيد للعمل في هذه القناة هو حريتي التامة، ما عدا ما يمس الأخلاق. شوف تيفي بوينت. هذا هو الشرط الوحيد لإدارة القناة، ما يمس الأخلاق بالبذاءة أو شتيمة أو إلى آخره يعني. إنما لا رقابة عليها إطلاقا. والله لم تبادر إدارة القناة بأن تفرض علي أن أقدم اعتذار لجلالة الملك أو للمغرب على الإطلاق. أنا يا أخي اعتذرت لأني أملك أصدقاء مغربيين محترمين وضحوا لي الصورة، وشعرت، يعني هذه حقيقة، شعرت بالخجل من نفسي أني نلت من جلالة الملك ومن يعني من جلالة الملك فقط، لا الشعب المغربي أنا أقيم له الاحترام وكذلك جلالة الملك، ولكن تعاملت مع الخبر بسخرية ولم يتضح لي إلا فيما بعد أن الخبر مغلوط ومدسوس ووراءه ما وراءه، لكن لم تكن هناك أبدا إطلاقا ضغوط علي على الإطلاق. طيب أستاذ ناصر، تحدثتم على أنك صحفي مهني وقناة مهنية، قناة مصر الآن، لكن مثل هالتصرفات، يعني أخبار بعيدة جغرافيا، مصر والمغرب مسافة جغرافية بعيدة جدا، يعني أخبار مثل هذه يمكن أن تخلق أزمة دبلوماسية كما حدث مؤخرا بين مصر والمغرب. كيف توصلت بالخبر وكيف قمت بنشره أو إذاعته؟ والله يا أخي أنت صحفي أيضا، وأنت تعلم أنك عندما تجلس أمام المواقع الإخبارية فأنت بتتعامل مع الموقع على أنه بينقل خبر إلى حد ما فيه صحة. أنت بتثق، يعني خاصة خلي بالك من شيء مهم أوي، إن إحنا في مصر لا نعلم كثير. إحنا أنا أؤكد لك أن الشعب المصري بيحب الشعب المغربي جدا جدا، يعني هو كده حب لله في الله يعني. انما انت بتثق في المواقع الاخباريه وتعرف ان الموقع الاخباري هو صدقه هو اللي يخليه يستمر. فانت بتتعامل مع الخبر انه حقيقه فقط، ثم ان الخبر كان فيه صوره لجلاله الملك وهو يحمل علم اسرائيل. انا لم اعلق على هذه الصوره على الاطلاق، انا علقت فقط على سفر 5 طائرات فقط، ولم اتناول الصوره بالتعليق او بالسخريه او الى اخره. بعدين لما جم اصدقاء مغاربه محترمين اوضحوا ده خلاص. اما اذا كان تعمل ازمه بين الشعبين او بين النظامين المغربي والمصري، هذا الشيء بصراحه لا يهمني على الاطلاق. انا اللي يهمني الشعب المغربي، واللي يهمني مهنيتي، واللي يهمني ضميري وعقل المشاهد الذي احترمه فقط.
طيب أستاذ ناصر، عدد كبير من المتتبعين المغاربة يعتبرون تناسل مجموعة من التقارير الإخبارية التي تستهدف المغرب من طرف قنوات مصرية هي مؤامرة تحاك ضد المغرب بتخطيط ممنهج من المخابرات الجزائرية لتوريط البلدين. ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ لا بص يا صديقي العزيز، هذه مبالغة كبيرة جدا. ثق تمام الثقة أن الشعب المصري لن يدخل في مؤامرة على الشعب المغربي. هناك خرجات إعلامية وفنية. هو خطأ سواء كان مني أو من غيري، هو خطأ. ولكن أنا لا أدري، أو يا صديقي العزيز، أنا قناة مناهضة لانقلاب النظام المصري. أنا شخص مناهض للنظام المصري الموجود حاليا، لكن سأدخل في مؤامرة لهذا النظام. يعني لا يعقل، وليس يعني ليس من المنطق ان انا ادخل وانا ضد النظام المصري وخارج بلادي ومطارد وعلي مشاكل، ادخل ضمن مؤامره من النظام المصري تستخدم النظام المغربي. لا يمكن ان يكون هذا منطق. هذه مبالغه كبيره قوي. لكن يعني استاذ، ربما هذا ينطبق على الصحفيين او اللي داخل مصر. نعم، لكن انا خارج مصر. اسمح لي استاذ ناصر، لماذا ادخل ضمن؟ هناك وفد إعلامي زار منطقة تندوف مؤخرا، وفد إعلامي مصري، ونشر تقارير مغلوطة عن الجبهة الانفصالية. يعني هو وفد مصري إعلامي رسمي. يعني هناك علاقة بين الجبهة الانفصالية والإعلام المصري، وهناك فيديوهات ومجموعة من الأشرطة على اليوتيوب. أنا علقت في أحد حلقاتي على هذه الزيارة وقلت إحنا ما ده شأن مغربي ما داخلنا إحنا بيه. نعم. وهقول لك على حاجة أنا ذاتها على التلفزيون، على تلفزيوني أنا، على القناة اللي أنا فيها. أنا جاتني رسائل من ناس في الصحراء بيطلبوني بأن أنا أقف معهم ضد المغرب، ورفضت على الهواء وقرأت يعني رسالة من هذه الرسائل لسيدة تسكن في الصحراء، وقالت لي لابد أن تأتي بزيارتنا وإنك تشوف إحنا عاملين إزاي. رسالة جزائرية أم من الجبهة الانفصالية؟ لا، سيدة من الجبهة الانفصالية. وشرحت في هذه الرسالة، لا زالت عندي بالمناسبة على التليفون عندي. نعم. شرحت لي القضية بالكامل، وانا رديت عليها وقلت لها هذا شأن داخلي لا علاقة لنا به. فقالت لي ليس شأن داخلي بل هي قضية، ورسالة مطولة جدا ذاتها على الهواء. انا قرأت جزء من الرسالة على الهواء في احد حلقاتي، وعلى في نفس الحلقة على الهواء قلت هذا شأن داخلي يخص المغرب فقط، لا شأن لنا به. وقلت ده، وانا جايني دعوة من جبهة البلزاني ان انا ازور المنطقة عشان القي الضوء عليها. ربما يا صديقي يكون فعلا الاعلاميين المصريين اللي داخل مصر اللي بيعملوا ده من امن الدولة المصري داخل مؤامرة، لكن انا صعب اكون المؤامرة دي. انا مطارد من النظام المصري، ازاي ادخل معاه في مؤامرة ضد الشعب المغربي او ضد جلالة الملك؟ تمام يا صديقي. يعني ان تكون هناك مؤامرة بين النظام السيسي واي نظام اخر في الوطن العربي، هذا شيء لا استبعده. لكن ان انا ادخل انا محمد ادخل هذه المؤامرة، ده شيء مستبعد على الاطلاق، لاني ماليش مصلحة فيه اصلا. يعني ما مصلحتي ان انا اتحد مع النظام العميل الخفيف السيسي ضد المغرب؟ يعني ليس منطق يا صديقي. هناك طرح آخر أستاذ ناصر يقول على أن يعني هناك من يحاول من تنظيم الإخوان المسلمين، وأنتم يعني قناة ذراع إعلامي لهذا التنظيم بمصر، على خلق البلبلة بين المغرب ونظام السيسي من أجل كسب التعاطف والتأييد لقضية مرسي وقضية الإخوان بمصر. ما صحة هذا الخبر كذلك؟ لا 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 لا، ده خبر مغلوط تماما. اسمعني يا صديقي كويس قوي. نعم. انا لست من الاخوان المسلمين، انا اعمل في قناه تابعه للاخوان المسلمين، لكن لست من الاخوان المسلمين. تمام؟ نعم. لكن انا شخص ليبرالي. اسمعني بالتحديد كده، الاخوان المسلمين يدركون تماما ان غالبيه الشعب المغربي مع قضيتهم، فهم ليسوا في حاجه على الاطلاق لعمل بلبله او لصنع بلبله بين المغرب ومصر شعبا وحكومه. هم يعلمون تماما الاخوان المسلمين ان غالبيه المغاربه الاخوان المسلمين عندهم قناعه بكده، غالبيه المغاربه مع قضيتهم. فلما الحاجه انهم يصنعوا البلبله بين الشعبين؟ هذا شيء مستبعد جدا. وانا اعرف وجلست مع قيادات كبيره من الاخوان المسلمين تكن كل الاحترام والتقدير للشعب المغربي وتثمن على موقفه ضد الانقلاب في مصر. الاخوان المسلمين مش في حاجه انهم يعملوا مؤامره او لبلبله الشعبين المغربي، وبالعكس هم في حاجه للتأييد، ولكن هم يعلمون ايضا ان المغاربه او غالبيه او جزء كبير من الشعب المغربي يؤيد قضيتهم. كسؤال اخير استاذ ناصر، هل تجدد اعتذارك للملك محمد السادس والمغرب من خلال طبعا بكل تقدير.
يعني لو انت توصل لي رساله. بس قبل ما اجدد الاعتذار عايز اقول لك انه رغم اعتذاري على الهواء مرتين الا ان هناك كثير من المغاربه لا زالوا يعني يتناولونني بالسب والشتم، ومع ذلك انا ولا اغيرهم اي انتباه. انما انتهز فرصتك دي، فرصه تسجيلي مع حضرتك وعبر قناتكم المحترمه، قناة شوف تي في. جلاله الملك انا بعتذر جدا يا جلاله الملك على ما بدر مني تجاه هذا الخبر المغلوط. بعتذر لجلاله الملك وبعتذر للشعب المغربي وبعتذر لاي حد مغربي يعني استاء من تناولي الساخر للخبر المغلوط. شوف تي في ارجو ان يكون ده اعتذار كافي. والله يا اخي، والله لو املك ان انا اروح لجلاله الملك شخصيا واعتذر له امام كل الشاشات انا اعملها، ولا ارجل من ده اطلاقا. ده حق الراجل عليا يعني، وحق المغاربه عليا انا. نعم، كلمة للمشاهدي قناة شوف تي في بالمغرب من مصر الحبيبة. انا محمد ناصر، بعشق المغرب واحب المغاربه جدا جدا، واعلم تماما ان هذا الشعب شعب طيب محترم مثقف وواعي، واسال الله انه يطيل في عمر الملك وانه ينعم على الشعب المغربي حكومه وشعبا وملكا بمزيد من الاستقرار.